ومساء الخير عليكم يا صحابي، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني اكمل لكم طريقه بقيه الجلاش. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا. يلا بينا نكمل. احنا وصلنا لغايه ان احنا حطينا كل حاجه على النار وظبطناها. دلوقتي احنا لف الجلاش طبعا. كلكم ستات بيوت شاطره وعارفين المرحله دي كويس. هاتين الطاسة سمنة، اكون مسيحاها، وهبتدي ان انا احط راق. بعد كده احط سمنة، راق واحط سمنة. طبعا الخلطة بتاعتنا لازم تكون باردة. تعالى افكركم كده بالخلطة بتاعتنا كانت ايه. كانت بصلاية شوحناها على النار، وحطينا عليها بشرنا جزر، وبشرنا فلفل الوان. ممكن بقى عندك، لو عندك خضار، ممكن تحطيها الخضار اللي هو بيستوي بسرعة، درجة الحرارة بتاعته تاخد زي الكوسة. ممكن تضيفيها عليها، تقطعي شرايح كوسة صغيرة وتحطيها. وممكن كمان تحطي مشروم، بتبقى طبعا خطيرة، بتديها طعم تاني ونقلة تاني. المرة الجاية اكيد هعمل لكم واحدة بالمشروم عشان خاطر آه انا اصلا بحبها، واشاركه كمان معايا في عملها. زي ما انتوا شايفين كده اهو. بحط رق سمنة وواحدة جلاش. السمنة ليه كل واحدة؟ عشان خاطر تبقى تطلع كده طرية ومش ملزقة ببعض، وتبقى هشة كده ولذيذة. يلا بينا. وكده هنبتدي ان احنا نحط بقى كده. احنا قسمنا الجلاش نصين، نص حطيناه من تحت ونص هحطه من فوق. هحط الخلطة كده اهوت بتاعتي، وابتدي ان انا احطها واسويها في الصينية. كده مع الفيديو لغاية لما عملت كل الصينية زي ما انتوا شايفاها قدامكم، وهقطعها بالسكينة. طبعا المربعات معروفة، اقطعها بالسكينة مربعات. وبعد كده اضيف الخلطة اللي انا عملتها على البوتاجاز. عبارة كانت عن تعال نفتكر كده مع بعض. مية، حطيت لها ورق لورا وحبهان ومرقة ماجي، وحطيت فيها كيس بيكنج باودر. كيس البيكنج باودر ده قلنا عشان خاطر يخلي الهشة وتبقى جميلة. بعد ما قطعتها كده، وطبعا لازم تكون كل حاجة بردت. الخلطة معانا بردت،
والميه غلت واندمجت كل التوابل فيها وبردت. وبعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده بعد ما قطعتها زي ما انتوا شايفين كده هو التقطيع والخلطة بتاعتنا بردت، هعمل احط عليها الخلطة، احط احطها على الجلاش زي ما انتوا شايفين. طبعا الورق اللورا والحبهان والحاجات دي كلها طبعا هنشيلها. طبعا سنة ملح وسنة فلفل اسمر لو حابين اكتر من كده، لا مش هنحط اي توابل تانية. احنا كده كده كنا متبلين الخلطة بتاعت الجزر والبصلة والفلفل الالوان، كنا متبلينها وحاطين لها سنة ملح وفلفل وكمون والكلام ده كله. فكده بالنسبة لي هتبقى تحفة، وهتبقى مش مالحة ومش هتبقى التوابل بتاعتها جامدة اوي فيها، تديها طعم غير الطعم اللي انا عايزاه. هحطها بقى في الفرن، هسيبها بس شوية كده، افضل انا احط كده على الجناب زي ما انتوا شايفين كده بالمعلقة، احط كده من الجناب الحاجات اللي طالعة عشان ما تتحرقش وما تتحرقش، اسويها من على الجناب خالص واسيبها تشرب شوية، تشرب المية كلها اللي انا حطيتها اللي هي الخلطة اللي انا عاملاها على البوتاجاز، واحطها ايه في الفرن. هتاخد في الفرن من نص ساعة لساعة الا ربع. زي ما انتوا شايفين كده طالعة جميلة وطعمها جميل جدا وجبارة. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، وهستنى ان انتوا دايما تشجعوني. ويلا باي باي. باي باي.